سلام البنات، ان شاء الله تكونوا في احسن احوالكم وبصحه جيده. كل عام وانتم بخير. رمضان كريم، تصوموا بالصحه والهنا عليكم وعلى الامه الاسلاميه. ومرحبا بكل عضوه دخلت عندي جديده، نقولها شكرا لك وشكرا لكن على تعليقاتكم الجميله والمحفزه. اليوم حنبارطاجي معاكم البنات وصفة حاجب عوينة او طاجين الحلو. شوفوا البنات، المرقة تاعو تجي صافية، وحنعطيكم سر رائع جدا حيخليه بهذا القوام. في مقادير الوصفة عندنا كيلة من الشباح الصفراء. انا البنات صراحة الشباح من كيلهاش لاني حنحطها في الاخير، نكيل ديما الفواكه الجافة، نعمل كيلة من الفواكه الجافة يقابلها كيلة من السكر. بصلة صغيرة، عود قرفة مش غبرة، وكذلك ملعقة من السمن عفوا، أحسن من الزبدة. اختياري البنات، تقدروا ديروا الزبدة. وملعقة صغيرة جدا من الملح وقليل من الزيت. وكان يحط تاني الفلفل الأبيض، أنا شريته صدقوني وما حبيتش نعمله لأني منحبش طعم الفلفل الأسود في المرقة حلوة. راح نحاول نعطيكم جميع اسرار هذه الوصفه، لهذا ما حبيتهاش في الروتين، حبيتها تكون وحدها. الوصفه هي وصفه كما نقولوا تقليديه، الناس الكل ديرها، لكن كل واحد ذو طريقته، وكاين واحد تنجح معاه وواحد لا. انا حنعطيكم الاخطاء اللي ديروها وحنعطيكم النصائح. تبعوا الفيديو للاخير فقط حبوباتي، وما تراطيو حتى مرحله. نقليو اللحم جيدا، نضيف له البصل والعود القرفة، القرفة. ومن بعد ذلك البصل قلت لي ما لا نقطعه خير بيخرج لي العصارة تاعو اكتر واكتر. قطعته بهذا الشكل وحنخليه على نار هادئة يتقلى، ومن بعد نباه نمرقه. نروح الان نروح الان للعين البقرة. انا شللتها مليح وحطيت لها الشاش وحطيتها طفور. اما في العاده نعملها على طريقه امي، اول مره يعني نعمل حاجه ضد وصفات امي. وامي ربي يرحمها كانت تشللها بيان وتغلي الماء وتحطها فيهم. صدقوني البنات نفس النتيجه، يعني كيما تغليوا الماء وتحطوها، خاطر تسيب ديك الكحوليه في ديك الماء وتشلوها بيان، ولا تفوروها نفس النتيجة. مهم نمرق هنا البنات او نضيف الماء يكون ساخن يغلي كما راكم تشوفوا فيه. المهم نغطي اللحم تاعي، ما نعمل له حتى نتشة من السكر. كان يضيف السكر، انا ما نضيفش السكر، نحب اللحم تاعي طري. وهنا هذه طريقة ماما ربي يرحمها. تجيب ماء ساخن يغلي وتحط فيه الفواكه الجافة وقليل من الماء الورد، وتخليهم ساعة وساعتين يترنخوا بيان يعني كوم يلفو، ومن بعد بتلوحهم في المرق. هنا بعد ما طاب هنا اللحم تاعي، نتأكد بلي اللحم تاعي طاب، نصفيه بالمصفاة. الناس بكري كانوا يصفيوه بالشاش، انا عندي هذا الكسكاس صراحة روعة، يعني ما يخلي لي حتى حاجة. وكان طريقة اخرى تاني اعتمدتها اليوم، انكم تخليوا لاصوص تاعكم تركح على الاقل نص ساعة وبعديك تصفيوها. وهذا هو السر اللي يخلي المرق تاعكم يجي صافي وهكا يلمع لمعان، خاصة كتضيفوا له الزيت مع السمن. نكمل نصفيه بيان ونحي ديك اللحم، نحيه نتخلص من البصل اللي فيه. فوالا، وزيد نرجع على الطنجرة، وهنا نقيس المرق بغباغ على السكر، يعني مقارنة بالكيلة تاع السكر. لهنا كي قست البنات، هاني قاعدة نعتلكم لاني ما صورتش، 2 كيلات ونص من هذا الكيل. 2 كيلات لنفس الكيلة اللي كيلت بها نكيل بها كلش. 2 كيلات ونص من المرق كيلت مقابله كيلة من السكر. كان يعمل 3 وكان يعمل 2. تبعوا المرحلة دي حتجيكم مرقة حلوة تهبل. بصح تبعوا مازالت مرحلة أخرى لازم تسمعوها منيح. لهنا نجيو وقتاه نرميو شو اسمه الفواكه الجافة تاعنا. شوفوا البنات كي تلقاو المرق، هنا ضفت العسل، كي تلقاو المرق حكم روحه يولى انديغي سيرو معقد. انا هاليكم ضفت العسل ملعقتين كبار.
يضيف لها لون وكذلك تجيكم خيطرة. كي تشوفوها عقدت البنات منيح، به تضيفوا الفواكه الجافة. عليه كون تضيفوها قبل المرحلة ما يعقد معاكم الواحد. شوفوا هنا حتى ولات، شوفوا كيفاه زيها. وضفت اللحم، عفوا هنا ضفت اللحم، شوفوا كيفاه اون ديغي سيرو. به تضيف عليها البنات، به الفواكه الجافة ما تتحلش معاكم وميجيكمش الحاجة تجيكم هكذا مايها بزاف، فهمتوني؟ تجيكم مرق ما شاء الله. وفي الاخير خلاص بعد ما نكمل وكامل ما زلت لها دقيقة او دقيقتين، نخلي ديك كيما نقولوا 5 دقائق او 10 دقائق هذيك الفواكه الجافة طيب. العين بقرة راهي طايبة يعني مفورة. نضيف الشباح تاعي. اللي يحب يعرف كيف حضرت شباح يشوف الفيديو السابق، او في الاخير عملت فيديو هكا مقتطفات من الفيديو السابق. وشوفوا منظرها ما شاء الله، لونها ما تجيش كحلالة خضرا. عملنا ديك الطريقة تاع فورنا عين البقرة اقبل. وهي ليكم. وفي الاخير نحط اللوز بعد ما انا حمصته في الكوشه، وكان يحمصوه بشويه زبده. سا ديبون، دي فوا نحمصو بشويه زبده، دي فوا في الكوشه. وهنا تفكرت قلت خلي نحي شويه كعبات للتزيين في الاخير. فوالا حبيت البنات تسمعوني انا نهز بالكعبه بالكعبه مسعبالي بالحبه بالحبه. فوالا اجتهدت اليوم ادا اليوم وغدوه رمضان البنات. ان شاء الله الفيديو نحطه لكم مساء ان شاء الله. عليه به غدوه البنات اللي تبعوا فيا يديروا وسط ان شاء الله وتنجح معاهم. اعطيتكم كيفاه الاخطاء انكم ديما هذيك المكسرات ما ترميوهاش كي تكون المرق مش عاقد، ما تجيكمش شبح صفرة ملاحه او مرقه حلوه ملاحه. فوالا. ودي لاباط تاع الشباح الصفراء او عجينه الشباح الصفراء اللي حضرتها في الفيديو السابق، دوك نحط لكم اللونيان تاعو ان شاء الله. وكما انا اجتهدت به نعمل لكم فيديو اليوم ونعمل مونتاج اليوم، انتم تاني يا البنات ما تبخلوش تجتهدوا معايا. اذا جربتوا الوصفه بارطاجيو في الفيسبوك، بارطاجيو القناه باختو. ونشكركم حبوباتي مسبقا. ما تنسوش لايك لاني نشوف المشاهدات دون لايك. يدخلوا يشوفوا من غير ما يعملوا لايك ولا يعملوا ابوني، مش عارفه عليه. المهم نقولكم، نزيد نعاود ونقولكم صحه رمضانكم تصوموا بالصحه والهنا. وسلام سلام سلام سلام.